صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء تترأس حفل افتتاح الدورة 27 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة بإطلالة روعة بالقفطان المغربي. لنتعرف على التفاصيل بالفيديو. احتضنت البوابة الأثرية القديمة للقصر الملكي باب الماكينة أمس الجمعة 24 مايو الجاري حفل افتتاح الدورة 27 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل بحضور الأميرة الجليلة لالا حسناء التي لقيت في استقبالها ما يليق بمقامها من خلال اللوحات الإبداعية التقليدية الافتتاحية زرياب والوتر الخامس لاستحضار روائع الشاعر والموسيقار الشهير خلال الفترة الأندلسية الزاهية أبو الحسن علي بن النافع المشهور باسم زرياب. وتضمن هذا الحفل لوحات ومشاهد سينوغرافية وأضواء ساطعة تجسد سفرا حالما إلى منابع الإلهام التي أفرزت الموسيقى الأندلسية بمشاركة جل من الفنانين القادمين من أوزبكستان وإيران وسوريا والهند وإسبانيا ومصر وإيطاليا وأرمينيا وفرنسا والمغرب، وعلى رأسهم الفنان القاطي ربيع المغربي الذي كان له دور رئيسي في تشخيص الشاعر والموسيقار زرياب ليبرز فترة تعايش السلمي ما بين في تاريخ الأندلس من القرن الثامن إلى غاية القرن ال15. وجدير بالذكر أن هذه النسخة نظمت تحت شعار شوقا لروح الأندلس وعرفت حضور إسبانيا كضيف شرف.